السلام عليكم ومرحبا بكم. شراكم مش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. نرحب بكم دائما في مطبخ الفراشة، وصفتنا لنهار اليوم بطاطا كوشة بدون لحوم، سهلة مهلة وحلوة عسل بزاف بزاف بنينة. تبعوا معايا الفيديو للأخير باش نوجدوا مع بعض هاد الوصفة. قبل ذلك فضلا لجديدة معايا قولها ما تنساش الاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس باه يوصلك كل جديد. خياتي العزاز ديروا جام للفيديو هكذا باش تشجعوني نحط لكم الوصفات السهلة والاقتصادية والبسيطة. اذا نبداو على بركة الله. بسم الله. كما كتشوفوا البنات يعني مكونات جد جد بسيطة، ما فيهاش بزاف وما تديش وقت بزاف. لهنا في اناء نجيبوا لهنايا ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، عندي لهنايا توابل فلفل عكري، عندي كركم، فلفل اسود، توابل دجاج، حبيتو ديروا فلفل حار، حبيتو ديروا مثلا شويه كمون، ودرت شويه تاع الملح. واللي حبت تضيف مكعب تاع جنبو تضيف مكعب جنبو، بصح تنقص الملح. هنايا درت 2 ملاعق تاع الزيت ولا 3 ملاعق تاع الزيت، ودرت كاس تاع الماء. واللي عندها لا موطارد يعني الخردل حبت دير ملعقه صغيره ديرها، يعني زيد هذاك الخردل يمد لكم بنه. نخلط كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا البنات، كما نقولوا نحلوا هذيك الطماطم مع هذوك التوابل. هنايا انا درت كاس تاع الماء، واللي تحبها تجي فيها لاصوص بزاف هكا باش تغمس ديروا 2 كيسان حتى 3 كيسان تاع الماء. هنايا في اناء واحد اخر درت هنايا حوالي كيلو تاع بطاطا، قطعتها مبرجه على شكل دوائر، ماشي خشينه بزاف وماشي رقيقه بزاف، يعني حوالي نصف سنتيمتر. معاها 3 حبات تاع طماطم ولا 4. تاني طماطم البنات من الاحسن تكون طيبه وما تكونش من هذيك اللي فيها القروسيه. هنايا ثاني طماطم قطعتها دوائر، ودرت سنة تاع الثوم. عندي لهنايا حبة تاع بصل قطعتها ايضا مربعات صغار، ولا تقدروا تسكرفجوها ولا ترحوها في الاشواق كما حبيتوا. وعندي وريقات تاع الرند. شفتوا شحال الوصفه سهله ما فيهاش كامل يعني خدمه، ولا تمتم وانتي خلطتيها ودرتيها طيب. ديروا جام البنات، ديروا جام، ديما نفكركم ديروا جام. هنايا درت هذاك الخليط تاع الماء والزيت وكامل والتوابل، خلط كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا. تجي بنينة 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 عسل وحلوة، خاصة مع ديما نخمو واش نطيبو واش نديرو واش نطيبو واش نديرو، والله غير ديما نحصلو. هنا خياتي انا عندي هاد القدرة تاع النحاس تدخل نطيب فيها وندخلها للكوشة. بصح انتوما اذا حبيتو تدخلوا هاد بطاطا كوشة للكوشة مباشرة دخلوها، واذا حبيتو ديروا كيما انايا اللي عندها مثلا قدرة هكا تاع حديد ولا كامل ليسونسال ما يكونوش يديها تاع البلاستيك. انا عندي هذه تاع النحاس نطيبها فوق النار هاد البطاطا كوشة شويه حوالي 10 دقائق حتى ربع ساعه على نار قليله. من بعد كي نشوف هذيك البطاطا شويه طابت ندخلها للكوشة تزيد تطيب شويه وتتحمر لي. شوفوا البنات، شوفوا ستفت كل شيء مع بعض هكذا، نغطيها ونخليها تطيب حوالي 15 دقيقه. هنايا البنات في جهه واحده اخرى، بما انه السردينه هي شويه رخيصه والحوت ثاني، هنا عندي البونيت الصغير بتي بونيت يعني، ولا الطونه صغيره البنات كما كنتو تشوفوا خياتي. غسلتها ما فيهاش هذوك الحراشف، ولا نحيت لها غير المصار نتاعها وغسلتها وقطعتها على هذا الشكل. نتبلها، درت لها شويه تاع الثوم، شويه ديروا شويه كمون، شويه حار، شويه فلفل حلو كما حبيتوا البنات، يعني كرويه. تبلوا الحوت تاعكم. هنا هذا الطبق المرافق يعني يبقى اختياري، يعني انا جاب لي 2 حبات تاع بونيت صغار يعني رافقتهم مع هذا بطاطا كوشه. بصح البنات اللي حبت تدير الدجاج ولا مرقاز ولا هكذاك البنات هذه بطاطا كوشه يعني رافقوها مع طرشي ولا مع سلطه، يعني حاجه اقتصاديه ماشي شرط حوت ولا سردين ولا. يعني المهم اذا جبتوا هكا سردين ولا حاجه بقات هكا عندكم غير حاجه قليله ديروها مع هذيك البطاطا كوشه. كما كنت تشوفوا تبلت كل شيء مع بعض، درت لها عصره تاع قارص ولا شويه تاع الخل نخليها تريح. هنا يا خياتي كما راكم تشوفوا بعد مرور حوالي 4 ساعات على النار قليله، هنايا البطاطا تاعي طابت نص تياب. انا دوكا ندخلها للكوشه بالغطاء تاعها حوالي 10 دقائق، ثم نحي لها الغطاء ونخليها تتحمر. بصح
اللي حبت ديرها مباشرة في الكوشة في مول زجاجي، يعني تستف كامل هذيك البطاطا والطماطم في مول زجاجي، دير له ورق الزبدة، تزيد عليه ورق الألمنيوم وتدخلها للكوشة حوالي هكاك 25 دقيقة نص ساعة وهي طيبة. بصح اللي حبت دير كيما أنا لهنا لكم الاختيار. هنا خياتي جبت شويه تاع فرينه، رمت هذيك الطراف تاع الحوت هكذا غير بشويه باش نقليهم. شوفوا خياتي هنا هذا التونه الصغيره ولا هذا البونيت الصغير، هي التونه وحدها والبونيت وحده. يا والله ما فهمت، يعني زوج تاعي جابها لي حطها لي، يعني ما عرفتش اش اسكو التونه صغيره ولا بونيت، هما يتشابهوا التونه والبونيت هكذا، يحبوا القليان. اللي حبت ديرهم مثلا بلا صوص طوماط صح يجوا بنان، بصح البونيت والطونه يحبوا الزيت، كما ديك الطونه اللي تتباع بالزيت يحبوا الزيت، خاصه البونيت. يعني كي تقلوه ولا تشويوه على النار ولا على الفحم يجي بزاف 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 بنين، خير من اللي ديروهم على صوص طوماط هكذا البنات. وهذا الحوت معروف بلي ما فيهش كامل الشوك، انا نموت عليه صراحه. بطاطا كوشه تاعنا راهي واجده كما راكم تشوفوا، نحيت لها الغطاء، حمرتها من الفوق، شوفوا كيفاش معسله، الله الله جات بزاف بزاف بنينه، والله لا تقولوا طابت مع اللحم. هكذا قدمتها مع شويه سلطه بصل خيار طوماطيش وشويه الحار ومع هذيك الحوت، وشهيتكم في الجنة. واللي تحب روتينات، وصفات تجميلية، وصفات طبيعية، وصفات للشعر، تأخر الحمل، ما عليها إلا تروح لقناتي الأساسية يوميات الفراشة، نخلي لكم في صندوق الوصف رابط قناتي الأولى. تهلاو في روحتكم ونتلاقاو في وصفة